سبيل أم عباس من عهد الأسرة العلوية، أسرة محمد علي باشا، موجود في شارع الصليبة بجوار مجموعة الأمير شيخ الناصري. واللي أمرت بإنشاء السبيل ده هي السيدة بومبا قادن أم الخديوي عباس حلمي الأول ابن الأمير أحمد طوسم باشا ابن محمد علي الكبير. اتولد أفندينا عباس حلمي الأول سنة 1813 ومسك حكم مصر سنة 1848 بعد وفاة عمه إبراهيم باشا، ولكن حكمه ما استمرش فترة طويلة لأنه اغتيل في ظروف غامضة سنة 1854 داخل قصر موجود ببنها واللي هو مبنى إدارة جامعة بنها حاليا. وأمه قررت تبني السبيل ده كصدقة جارية على روحه، لكن البناء نفسه ما خلصش غير سنة 1867 يعني بعد حوالي 13 سنة من وفاته. وطبعا المبنى اتصمم على الطراز العثماني ولكن بطابع أسرة محمد علي، وملحق بالسبيل كتاب لتعليم الأطفال القرآن الكريم ويعلمهم القراءة والكتابة والحساب، وكان ليه أوقاف مخصوصة ومرتبات للمعلمين وكسوة سنوية للأطفال. المكان مش بس تحفة فنية، ده كمان شاهد على العصر اللي اتبنى فيه ويعتبر واحد من أجمل السبل اللي اتبنت في عهد الأسرة العلوية. عباس حلمي الأول كان مهووس بتربية الخيول وكان شخصية مثيرة للجدل جدا، وفي آراء كتير حول شخصيته ما بين إنه كان معادي للأوروبيين والعثمانيين وكان بيساند الحركة الوهابية الموجودة في السعودية في الوقت ده عشان كده شوهوا صورته وتاريخه، وما بين إنه كان شخصية سيئة جدا وشهد عهده ركود في كل شيء وأغلق المصانع اللي أنشأها جده محمد علي وألغى التجنيد الإجباري وقلل عدد الجيش. عباس حلمي الأول من أوائل الناس اللي اهتمت بتاريخ مصر القديم في أسرة محمد علي، وشجع علماء الآثار في البحث عن الآثار والتعرف على الحضارة المصرية القديمة. طبعا كل واحد بيتكلم من منظوره الخاص، بس السؤال هنا أنت شايف إيه؟ أنا عمرو غباشي وده جزء من حكاية مكان وقصة إنسان. استنوني في فيديوهات تانية إن شاء الله.